السلام عليكم. ان شاء الله احنا بعد ما عملنا الحشوات بتاعه الكحك هنعمل الكحك. دلوقتي ده كيلو دقيق وعليه كبشة سمسم، والسمسم زي ما قلنا في الحشوات حسب رغبتك، عايزه تقللي تكتري زي ما انت عايزه. والكيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنه، بس المهم يكون نوع دقيق حلو بتاع حلويات. دلوقتي انا عندي السمنه دي، السمنه اللي هي الفلاحي اللي بجد، دي نص سمنة، يعني هو نص كيلو، ربع دلوقتي سمنة بيضة جاموسي، والنص التاني دي صفرة بقري. ازاي الصفرة دي اللي انا عملت بيها الحشوات. بنخلطهم اتنين مع بعض. دلوقتي هنقدح السمنة على النار، وبعدين هنحطها على الدقيق ونقلب. هنشوف دلوقتي. كده خلاص السمنة زي ما احنا شايفين قدحت، طلعت دخان. طبعا القدح ده مهم جدا بالنسبة للكحك. اولا بيحمص السمسم وبيدي طعم حلو للدقيق، بعد كده لما بنعمل الكحك بيبقى طعمه احلى، وبيدي عمر اطول للكحك. ان هو السمنه النيه ممكن بعد فتره يغير الكحك، لكن دي ممكن تقعد عندك شهرين الكحك زي ما هو. بس دلوقتي ادح خلاص، انا هطفي. وانا بطفي برش رشه ملح صغيره قوي. الملح ده عشان في سمنه بتبقى مش مستويه كويس، بتعمل رواسب. انا طبعا لما بجيبها من الفلاحين برضو بحط عليها لبن، بسويها تاني كويس عشان زي ما انتم شايفين كده قدحتها ونضيفه، ما عملتش اي رواسب. دلوقتي انا هحطها على طول على الدقيق عشان السمسم يتحمص والدقيق يتشرب منها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين بتفور في ازاي كده السمسم بيتحمص حلو قوي، وانا محمصه السمسم قبل كده. والملح مش بينزل، هو بيفضل في الحله، بس اي رواسب بيشيلها. كده هنقلب، بس برضو هناخد بالنا هنعمل شقوق كده في الاول لان زي ما شايفين بتفور كده. كده بنشق الدقيق وبعدين هنقلب السمنه حلو قوي في الدقيق لغايه ما كلها تتشرب، وبعدين هنسيبها تبرد. لما تبرد كويس قوي هنفركها، اللي هو في ناس بتقول نبسها، هبقى اوريكم بنعملها ازاي، ودي خطوه برضو مهمه. كل الخطوات في الكحك مهمه. خلاص انا بقى هكملها التقليب واسيبها تبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا عملنا الحشوات بتاعه الكحك وقدحنا الكحك، وقلت لكم لما يبرد بنفركه، نمسكه في ايدينا نفركه لغايه ما تبقى ناعمه كده، تبقى ناعمه خالص. يعني شايفين انتوا عامله ازاي، ما يبقاش فيها ولا كتل ولا حاجه. بعدين دلوقتي ان شاء الله هنعجنها. دلوقتي انا بدات بنص كيلو، بس احنا قدحنا كيلو كحك، بس انا بدات بنص عشان اللي لسه بيجرب، مش ان هي مش عارفه. يعني في ناس شاطرين كتير بس الدقيق في السوق كتير بيخم. فدلوقتي احنا هنجرب نص، بدل ما في بيقدحوا 4 كيلو 2 كيلو كيلو زي ما يكون، هنجرب الاول في نص كيلو. بعدين لو لقينا في دقيق بيشرب سوائل كتير، عاوز لبن كتير، في دقيق ما بياخدش كتير، هنجرب في النص كيلو عشان باقي العجينه تبقى مظبوطه. دلوقتي الكيلو انا بحط عليه نص معلقه خميره. انا خميره فوريه. دلوقتي انا حطيتها في ميه وسكر عشان اضمن ان هي بس ان هي مش بايظه. بعدين معايا نص معلقه بودر، ونص معلقه فانيليا، وشويه صغيرين محلب. هو الاذواق دي على حسب ما بتحب، في بيحطوا كافوره، في بيحطوا محلب كتير، في بيحطوا بودر بس، في ما بيحبوش محلب. على حسب ما تحب. انا بحب احط شويه محلب وشويه شويه فانيليا صغيرين مع شويه بودر برضو مع الخميره. بنقلب كله في بعضه كده كويس، وبعدين نحط الخميره. الخميره طبعا في شويه ميه وسكر. واللبن هو الكيلو بياخد مج، دلوقتي ده نص مج. برضو مش هنحطه كله مره واحده لان الدقيق بيخم. هحط كده شويه واخليه شويه. يعني انا دايما بحط مج بيطلع مظبوط، بس احيانا بيجي دقيق بيخمني. فعشان ما نبوظش الكميه كلها، هتجربي في نص كيلو في ربع كيلو، بتجربيه الاول. وانا اي حاجه بعملها دايما بجربها خبيز كمان. يعني دلوقتي بعد ما نعجن هوريكم ان شاء الله. كده خلاص عجنا، والعجينه زي ما احنا شايفين هي العجينه حلوه كده، بس برضو ما نتخمش فيها. هنجرب وهنحشي واحدتين ونجربهم ونخبزهم وهنشوف. لو لقينا العجينه خشنه، ساعات في الدقيق بيشرب سمنه كتير تلاقيه خشنه، هناخد حته صغيره
او معلقه دقيق، وهناخد معلقتين سمنه ونسخنهم كويس، ونيجي حاطينهم عليها، وبعدين نيجي عاجنينهم فيها. ما نحطش على كلها عشان ما نبوظش الخميره، هناخد حته صغيره بس، او لو عندنا حته مش معجونه هناخد عليها. واذا لقيناها ناعمه هنزود شويه ميه صغيرين مع شويه دقيق. على فكره السوائل بتخشن اكتر من الدقيق، واحنا دلوقتي انا عجنت ميه ولبن. هو اللبن بيبقى اكتر من الميه، بس زي ما انتوا عايزين يعني. ان زمان امهاتنا كانوا بيقولوا ان الميه شويه ميه بتخفف العجينه، تخليها هشه. فاحنا دلوقتي مثلا مج اللبن هنحط مثلا 3/4 لبن وربع ميه، نص ونص، كل واحده على حسب رغبتها. دلوقتي احنا هنجرب واحدتين. هنكورها الحشو زي البرام، كلنا عارفين البرام اللي بتعمل فيه الرز المعمر. بنخفف العجينه زي ما انتوا شايفين كده عشان تبقى الحشوه كتير. انا بحب احط حشوه كتير، احط الحشوه ونقفل عليها. لو حسينا انها كتير هنقطع حته، مش كتير خلاص. كمان واحده اهي. يعني الاول اوريكم تاني، الاول بنعمل كده بصباعنا، وبعدين نرفع الحروف زي البريم كده، برام الفخار، ونحط الحشوه اهي ونقفل عليها كده. بتبقى الكحكايه خفيفه رهيفه والحشوه كتير. دلوقتي هننقشهم ونحطهم نجربهم. النقشه طبعا كل واحد على حسب ما يحب. انا بحب ابدا الاول في النص كده، باخد صف كده، وبعدين الجنب اليمين بناخد بزاويه ميل، وبعدين نلف الكحكايه في ايدنا برضو تبقى مايله كده، على اساس كده هتبقى ايه يعني، دي الشمال عكس اليمين. في نقشات كتير ممكن نعمل في النص كده نقشه كلها، وبعدين نعملها كده مدوره. ممكن هوريكم في حته عجينه مش لازم محشيه كده. احنا عندنا الكحكايه مثلا نعتبر ان هي مقسومه بالنص كده اهي، بناخدها بميل من الاول كده 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 اهي مايله، هناخد عكسها اهي. بعدين نلف الكحكايه هناخدها برضو كده بميل، وبعدين نعملها كده. يعني طبعا كل واحد بينقش يعني ما يحب زي ما يحب، بس بوريكم يعني اللي هم البنات اللي لسه ما يعرفوش. دلوقتي انا هخبزهم واجربهم، بعد ما يطلعوا نشوف ايه اللي هيحصل. خلاص التجربه دلوقتي طلعت وبردت كده زي ما احنا شايفين، والعجميه سايحه فيها اهي، واللون الذهبي الحلو ده هو ده اللي بيدي برضو طعم للكحك احلى. ساعات بشوف كحك ابيض كده بيبقى تاكليه زي الني. شايفين اهي ادي العجميه عشان مكترينها برضو سايحه. وبعدين الحشوات بقى، ممكن في بيحبوا فستق، في بيحبوا عين جمل، في بيحبوا بندق. لو عملنا حطينا حاجه من دول هنقلل العجميه. زي ما كنتوا شايفين انا بحب اكتر الحشو، كنت مكبره الحشوه، هنصغرها شويه عشان تاخد مساحه، تاخد معاها اي حاجه من دول. انا بحب عين الجمل، بس كل واحد على حسب ما بيحب. دلوقتي بقى انا هعمل بقيته واخبزه ونوريكم في النهايه. دلوقتي الكحك خبزناه وبرد وسكرناه، بس اهم حاجه زي ما قلنا ان المكسرات لازم تكون متحمسه. عين جمل، بندق، فستق، اي مكسرات بتحبوها تبقى متحمسه على نار هاديه، بس تتحمس حلو قوي، بتفرق في طعم الكحك فرق كبير جدا. وبالهنا والشفا، كل سنه وانتم طيبين.